بتكلم اليوم عن فكرتين في الفروسية أو التحكم في الجواد. فكرة اليدين وفكرة الجذع. متى أستخدم هذه ومتى أستخدم هذه، متى أروح الوحدة فيهم ومتى أروح الاثنينهم. المروضين والعازفين الخيل يعرفون الشيء هذا تماما، يدركونه. إن أول ما أبدأ في الترويض أستخدم الإيدين. ليش؟ عشان أتحكم في رأس الحصان، في رقبة الحصان، في أكتاف الحصان، وفي قطعة الحصان. كل هذا أبدأ أتحكم فيه عن طريق الأعنة. اللي ما يدري شنو الأعنة، هو نقول الحبل أو الأداة المتصلة ما بين إيدي إلى فم الحصان. هذا هو العنان. العنان وين واصل؟ واصل في اللجام. اللجام شنو هو؟ عبارة عن أداة حديدية مكسورة أو مستقيمة موجودة داخل فم الحصان. أنا يا فارس لما أجي أبدأ أشتغل مع حصان من البداية، أبدأ أشتغل عن طريق الأعنة. طيب الأعنة راح تفيدني وين؟ متى أبدأ أستخدمها بكثرة؟ أنت راح تلاحظ مدارس مثل مدارس الاستعراضية دائما يستخدمون الإيد أكثر من الرجل، وراح تلقى المدارس الحربية تستخدم الجذع أكثر. ليش؟ اللي بيده سلاح يبي يستخدم جذعه، اللي إيده حرة يبدأ يستخدم الأعنة. طيب منو أفضل؟ لا ما في شيء اسمه أفضل، في اسمه احتياج. كل ما أتكلم عن شيء أقول لك فكر في الاحتياج. أنت شنو حاجتك؟ أنت قاعد تركب، شنو هدفك؟ لو رحنا إلى الرمي بالقوس راح تقط العنان أساساً، ما راح تمسكه من الانطلاقة لين تخلص جولتك، ما راح تعتمد إلا على جذعك. لو رحنا إلى التقاط الأوتاد راح تلقى ماسك بيد واحدة، وجذعك هو المسيطر بصفة أكبر. لو رحنا إلى قفز الحواجز راح ألقى نفسي ماسك بيدين الثنتين. لو رحنا في لمدارس البولو راح تلقاني ماسك بإيد واحدة. ففكر في هذه المنهجية. اللي أبغى أوصله لك، وسع مداركك، خل صدرك وسيع للفروسية، لا تتعصب. الفروسية ما فيها تعصب، هي مجموعة من العلوم كأنها لغة. اللغة ممكن أستخدم اللغة الهادئة، ممكن أستخدم اللغة القاسية، ممكن أستخدم لغة الاستعطاف، ممكن أستخدم لغة الهجوم. كل هذه اللغات سخرها، لا تمسك شيء واحد. هذا اللي أنا بوصلك، لا تمسك في شيء واحد، بعدين راح يطوفك من الخير الكثير. راح نتكلم في نقطة مساعدة للأمر هذا. لما أجي أمسك الحصان أو أستخدم الأعنة، فأنت راح تمسكه بكفك مو بذراعك. لازم تكون لين معاه، متصل معاه. الحصان وهو ماشي يمتد وينكمش، لا تكون عكسه. أكثر المشاكل اللي قاعد أشوفها الآن مع الفرسان هو يعاكس حركة إيدينا، تعاكس حركة الحصان. فأنت حاول أنك تسعى، وحاول أنك تدرك أن إيدك هذه لازم تكون معاه سنسر. أحس بشدقة. شنو يعني شدقة؟ يعني أطراف الحلج، أطراف فم الحصان. هني أبدأ أحس كأني ماسكهم بأطراف أصابعي. العنان هو عبارة عن إيدي الطويلة. فدائما احرص أنك ترفع من مستوى الحساسية في إيدينك. حاول تمسك الحصان بأصابعك وبكفك، لا تستخدم قوتك. افهم الزوايا، افهم زوايا ايدك. المدرب الاكاديمي راح يقول لك شو الفرق بين لما تكون ايدك بالطريقه هذه او بالطريقه هذه او بالطريقه هذه. لكل زاويه راح يعلمك شنو فوائدها ومضارها. حاول انك توصل الى المعلومه الصحيحه اللي ممكن توصلك. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. معاكم أختكم من إبراهيم اليتامى، ماجستير علاج إدمان، دبلومة في CBT. ودي أتكلم عن معلومات جدا مهمة بخصوص الأهالي. يعني أنا أستغرب أن الأهالي اللي يوني ناس جدا مثقفين، ولكن ليه الحين عندهم بعض المفاهيم الخاطئة. هذا شيء ثاني، أنا أقدر
أنا كولية أمر أقدر الأهالي لما يجونا ونقول لهم إن الحالة اللي تقولون عنها شخص مدمن، يصير عندهم إنكار، يصير عندهم رفض إني أنا عندي في البيت شخص مدمن. دائما الأهالي لما يشوفون ولدهم أو بنتهم تغيرت سلوكياتهم، يبدون يصير عندهم عصبية، يعملون حوادث، يعملون مشاكل كثيرة، يبدون أو ساعات في أنواع المخدرات تعمل إحنا نقول أعراض ذهانية، يكلم الرطوف، يكلم التلفزيون، يعمل مشاكل، يحب الرطوف، يصير عنده شكوك، في ناس تراقبني، في ناس تكلمني. هني الأهالي ما يبون يصدقون إن عندهم ولد مدمن في البيت، فيبدون على طول يودون البحر ويقرون عليه، يودون يستخدمون الأشياء الشعبية القديمة، ولكن هذا نتيجة يمكن لإنكار، لكن ما يأخذون خطوة اللي هي في العلاج. خلينا نشوف ولدنا ممكن يكون مدمن، يمكن ساعات نتيجة لقلة الخبرة عند الأهل إن عندنا شخص مدمن في البيت إحنا نتجه لعلاج الإدمان، ولكن أكثر المفاهيم عند الأهل إن ولدنا يكون ممسوس أو مسحور. أيضا من المفاهيم الخاطئة عند الأهل، وايد أهالي وخاصة الآباء يقولون دائما طول ما هو دش في هذا الطريق بريلة لازم هو يطلع منه بريلة. هذا شيء. الشيء الثاني، هو دش ولكن المدمن لما يدش في طريق المخدرات ترى هو صعب انه هو يطلع بروحه، يحتاج سبورت، يحتاج مساعدة من الأهل، يحتاج علاج. الأهالي دائما عندهم انه هو لا أسبوع، فترة العلاج ممكن تكون أسبوع اللي هو مجرد ما ينظف جسمه، أو دائما يوني أعطينا شيء نبي ينظف جسمه، نبي الديتوكس. يا جماعة أسهل مرحلة اللي هي المرحلة الأولى اللي هي الديتوكس، اللي هو تنظيف الجسم من السموم. مجرد أنا حتى ترى لو أحبسه بالغرفة 5 أيام أسبوع بالكثير راح ينظف جسمه، ولكن المشكلة عنده بطريقة تفكيره، المشكلة عنده هو بشخصيته، فهذا يحتاج فترة كبيرة علشان أنا أغير المفاهيم هذه اللي عنده، علشان أبدي أخليه هو يتقبل نفسه. أيضا من ضمن المشاكل اللي أواجهها مع الأهالي اللي هي مدة العلاج، لا إحنا نبي جلسة واحدة إنه هو يكون زين، ما هو عنده مشاكل من الصغر. فهذه المشاكل من الصغر، مشاكل بالمراهقة، عنده تحفظات، عنده مشاكل كثيرة، هذه ما تنحل بساعة ولا بنص ساعة، تحتاج وقت طويل، تحتاج جلسات، يمكن في ناس تحتاج المصح. وايد أهالي يتدخلون في العلاج، إحنا ولدنا ما نبي ندخله مصح، إحنا ولدنا نبي نعالجه بالكويت. الشيء الثاني يعني يمكن هذا أمس، ومشكلة الاتصال يعني من أم جدا مثقفة وهي تعرف في هذا المجال، تقول لي إن هي زوجت ولدها 3 مرات وهي على علم إن هو ولدها مدمن. فأقول لها أنت من قالك عن هذه الطريقة؟ كانت تقول لي العلاج بالزواج. أنا أول مرة أسمع العلاج بالزواج. يا جماعة لما تزوجونهم تتفاقم المشكلة، لما تزوجونهم يجون عيال، العيال هذول ينشؤون تحت يعني أب مدمن، فهم شو راح تكون النشأة؟ راح ينشؤون في أسرة غير صحية، في خلافات بين الأم والأب، فهذول الأطفال شلون راح ينشؤون؟ الشيء الثاني، كثير من الأزواج يجبرون زوجاتهم، خاصة إذا كانت البنت ضعيفة شخصية أو ما عندها أسرة تسندها، كثير من الأزواج يجبرون زوجاتهم على التعاطي معاهم. إنزين، في هني عندنا يهال، هاليهال هذولي شلون راح يكونون تحت نشأة أب مدمن وأم ممكن تكون مدمنة أو ممكن تكون تتعاطى فقط. مشاكل كثيرة أنا أشوفها مع الأهل، مفاهيم يعني غلط تكون عند الأهل. أتمنى أنكم أنتم تأخذون بيدهم، أنكم أنتم تساعدونهم، لا تخلونهم هم يأخذون القرار، أخذوا أنتم عنهم القرار بالعلاج. إن شاء الله تكون المعلومات اللي أنا قلت لكم إياها مفيدة وتستفيدون منها وتطبقونها إن شاء الله بإذن الله.